أنت حريص على حالة الإمساك وزيادة وأنتم بكرامة. هنا لو كان عندك طفل والطفل هذا ارتفع درجة حرارته وجيت أنت عطيته تحميله، تبي تنزل درجة حرارته بعد فترة. هذا يعني إيش؟ يعني إنه في امتصاص في نهاية الجهاز الهضمي. تخيل إنه بدال تحميله هذه بقاء الفضلات مدة زمنية أطول في الجهاز الهضمي عندك. هذا معناته وضع إمكانية لنفاذ، إمكانية تكون أعلى لنفاذ عناصر من الفضلات هذه إلى داخل الجسم مرة ثانية، لأنها ما طلعت. طيب وش أسوي فيها؟ ما زالت باقية. وهذا يعني برضو إذا أنت عرفت أنه 60% أو ما يقارب من 60% من فضلات الإنسان عبارة عن بكتيريا ميتة. لأنه أي شخص عندي وعندك وعند أي شخص بكتيريا بوزن ما بين 2 إلى 3 كيلو تعيش داخل الجهاز الهضمي، وغالبها في اللي هو الأمعاء الغليظة. هذا ممكن يسمح بنفاذ البكتيريا الميتة إلى داخل جسم الإنسان، وهذه حالة اسمها لايبوبوليساكرايد LPS اسمها. فمن خلالها يكون في ارتفاع في الالتهابات، ممكن بعض الأحيان تتسبب بارتفاع الأجسام المضادة على حسب أبحاث لسوفيسانو، ارتفاع في الأجسام المضادة. فاللي أبغاك تعرف أنه يعني على الأقل يكون مرة واحدة باليوم عملية إخراج. الطبيعي من مرة إلى 3 مرات في اليوم الواحد، هذا الطبيعي. إذا أنت تبغى يكون في عملية تفريغ وديتوكسيفيكيشن من الكبد إلى خارج الجسم برضو، حتى هرمون الضغط النفسي، هرمون الكورتيزول، يعني أي هرمون بعد أداء عمله وين يروح لازم يصير له عملية إخراج الهرمون هذا. فتصور تكدس عندك هرمون الضغط النفسي الكورتيزول، شو يصير لك؟ تساقط شعر، ممكن يصير لك أي بلبلة ثانية أنت ما تعرف وش داخل الجسم. فمهم جدا أن تتخلص من حالة الإمساك أولا.